العيد قرب، كل سنه وحضراتكم طيبين، وعايزين نظبط الوزن بتاعنا كام كيلو كده علشان لبس العيد. تعالى اقول لكم على كام روتين كده لو عملناهم من هنا لايام العيد ان شاء الله ممكن ننزل كام كيلو نظبط بيهم الشيب بتاعنا قبل العيد باذن الله. اول حاجه ثبت مواعيد الاكل بتاعتك، يعني لو انت بتاكل 3 وجبات او وجبتين او اكتر عندك سناك في الاكل، ثبت مواعيد الاكل بتاعتك ايا كانت المواعيد ايه، حطها بشكل ثابت، وخلي اخر وجبه قبل النوم من 2 ل 3. دي رقم 1. رقم 2، اشرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا، وزعهم على مدار اليوم، ويا ريت تحط كوبايه او 2 قبل الاكل بنص ساعه. دي رقم 2. رقم 3، حاول تنام دايما في الوقت اللي ما بين 11 بالليل ل 4 الفجر، علشان ده اكتر وقت جسمك بيستفيد فيه من النوم، وهرمون النمو بيكون نشط جدا في التوقيت ده، وبيساعد على زياده الحرق، وكمان بيساعد على الريكفري بتاع جسمك علشان تقوم الصبح صحتك احسن. طيب ايه كمان؟ ممكن جدا نزود نشاط ولو خفيف من نص ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه مشي كل يوم، او على الاقل من 3 ل 4 ايام في الاسبوع. ده هيفرق معانا جدا في النشاط بتاعنا وفي الحرق السعرات الحراريه الزياده. ممكن كمان نعمل ايه؟ نقلل العيش على قد ما نقدر في الوجبات، ونمنعه خالص في وجبه العشاء. قلل سكريات، طبعا احنا بنعمل الروتين ده للفتره اللي قبل العيد. قلل سكريات، لو تقدر تمنعها هيبقى ممتاز. وتعالى لي قبل العيد نشوف نزلنا كام كيلو ان شاء الله.